أحلى وأجمل وأروع صينية كرنبيط بالبشاميل واللحمة المعصجة ممكن تدوقوها. سهلة وبسيطة وسريعة وطعمها ولا أروع. لو أول مرة تشوفوني أنا الدكتورة سهى، أتمنى تشتركوا في القناة وتعملوا لي لايك وشير. هنبدأ نعمل البشاميل بتاعنا. هننزل بمعلقتين زيت في الحلة بتاعتنا، عليهم معلقة سمنة، ولما يسخنوا هننزل عليهم ب3 معالق كبيرة من الدقيق. هنخلطهم حلو قوي مع بعض لحد ما الدقيق يستوي بدون ما يتغير لونه. هننزل عليهم ب3 كوبايات من اللبن او الحليب السائل ونقلبهم حلو قوي مع بعض لحد ما نوصل لقوام البشاميل اللي انتوا شايفينه. هننزل عليه بالملح والفلفل بتاعنا، وننزل بربع معلقة من الحبهان المطحون، بيدي طعم وريحة حلوة قوي للبشاميل، ونخلطهم كويس جدا جدا مع بعض، ونسيب البشاميل بتاعنا يبرد تماما. ولما يبرد البشاميل بتاعنا هننزل عليه بنص معلقة من البيكنج باودر، وده المكون السحري اللي بيخلي البشاميل بتاعنا جوسي جدا وكأننا حاطين له ميكس من الجبن. الكرنبيط بتاعنا بعد ما سلقناه في ميه وملح وكمون هنحطه في صينيه بتاعتنا، وننزل عليه باللحمه المعصجه ونضغط عليها كويس جدا، وننزل عليها بالبشاميل بتاعنا ونغطي بيه الصينيه كويس قوي، وندخلها الفرن سبق تسخينه 180 درجة لحد ما الصينية تطلع لنا بالشكل الجميل ده، اللي مش قادرة اقول لكم ريحتها قد ايه جميلة. لو عجبتكم صينية الكرنبيط بالبشاميل باللحمة المعصجة، اتمنى انتوا تنفذوها وتكتبوا لي رأيكم واسئلتكم في التعليقات، لانها فعلا مبهرة وجميلة. وبالهنا.